اتكلمنا قبل كده عن القدمة ذات الورانية، وعرفنا ازاي بنقدر نقيس بيها. في الفيديو ده هنتكلم عن الجهاز الأدق من القدمة ذات الورانية، وهو الميكروميتر، واللي بنقدر نقيس بيه أقطار صغيرة جدا وهيطلعها بدقة عالية. من بره هنلاقي إن الميكروميتر بيتكون من الإطار الثابت ده وفكين، واحد ثابت والتاني متحرك، وده المثبت اللي بيثبت الجهاز عند القياس، وده الجزء اللي مكتوب عليه القرايات الصحيحة، والرقم العشري اللي بيتضاف على الرقم الصحيح موجود على الجزء ده، وده المسمار أو السكرو اللي من خلاله بنفتح ونقفل فك الميكروميتر عشان أقيس الأجسام من جوه عامل ازاي وبيشتغل ازاي. الجزء المتصل بالفك المتحرك بيبقى فيه سنون، وبتكون بمقاسات محددة جدا، واللي بتربط في الجزء المسنن ده، فلما بنربط الفك بيدخل أكتر، ولما نفك الفك بيرجع تاني. وموجود سوستة واللي بتحملي الجهاز عشان لما اجي اقيس مضغطش جامد فيحصل خلل في الجهاز. ومن الأفضل إننا لما نيجي نزنق على الجسم في الآخر نربط من خلال المسمار ده عشان ما يحصلش خلل في الجهاز. نيجي بقى لطريقة القياس. الميكروميتر عليه تدريجين: التدريج الرئيسي الأفقي ده، والتدريج الفرعي الدائري ده. التدريج الرئيسي عليه شرط فوق وشرط تحت، والشرط اللي فوق كل شرطة منهم 1 ملي، وده الرقم الصحيح. والشرط اللي تحت هنلاحظ إنها في منتصف الشرط اللي فوق، وبالتالي معناها إنها نص ملي. فلما نيجي نقيس هنبص على الرقم الصحيح اللي واضح لينا، واللي هيكون 10 مثلا، وفي تحت شرطة ظاهرة بعد شرطة ال10، يعني كده نص. يعني لغاية هنا القراية 10.5، ودي القراية الأولى. القراية التانية هنشوف الشرطة المنطبقة من شرط التدريج الفرعي مع الخط الرئيسي ده، واللي كل شرطة في التدريج الفرعي بتمثل 1/100. يعني أي رقم على التدريج ده نقسمه على 100. وهنا الرقم المتطابق مع الخط الرئيسي 40، يعني 40%، وبالتالي الرقم النهائي 10.5، وهنجمع عليهم 40%، وبالتالي الرقم النهائي 10.90 مليمتر. فلو عندنا كورة زي دي وحابين نقيسها، هنبص على التدريج الرئيسي، هنلاقي إن آخر رقم صحيح ظاهر لينا هو ال15. وهنبص تحت هنلاقي شرطة نص ملي ظاهرة، وبكده القراية لغاية الوقت 10.5. هنبص على التدريج الفرعي، هنلاقي الشرطة المنطبقة مع الخط الرئيسي شرطة ال33 دي، وبالتالي الرقم الفرعي هيكون 33%. وبكده هنجمع القرايتين على بعض، والناتج هيكون 15.83 من 100.